السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا فيديو جديد. برجاء لو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أنا دلوقتي كنت في مشوار وبقى والفتيس علق مني أو الدبرياش وطي مني، فأنا دلوقتي باجي أدوس زي ما حضراتكم سامعين كده. بصوا، بدوس دبرياش تحت، العربية مش عايزة ترجع، بتعد فالفتيس بيعد مني، فأنا عمال زي ما حضراتكم سامعين. فأنا مش عارف المشكلة فين. دلوقتي احنا نشوف المشكلة فين. نبص على الزيت بتاع الدبرياش، هل الزيت مظبوط ام لا. يلا بينا نبص كده. معلش كنت بفتح الكبوت. دلوقتي هنبص على زيت الدبرياش بتاع فيها زيت. ايه المشكلة؟ طب الدبرياش واطي ليه؟ ايه اللي عامل المشكلة دي مننا؟ فاحنا ممكن دلوقتي نعمل ايه؟ ناخد للعربية هوا. ازاي بقى؟ من هنا. فاحنا هنشوف ممكن ناخد للعربية هوا. حطينا البيبة هنا في عند مسمار 10 ونحل كده لحد ما نشوفها طلع زيت. العربية هي بناخد لها هوا عشان الدبرياش واطي جدا ومش عارفين ايه السبب. نحل تاني كده بايدينا. المفروض ان هي كده ايه، يعلى معانا. هنقرط علينا بس العربية سخنة جدا. نرجع تاني نبص. بسم الله. هندور كده زي الفل، بيرجع زي الحلاوة اهو، زي الفل اهو، بيرجع معانا كويس جدا. برجاء لو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. حوار سهل وبسيط جدا. الدبرياش وطي مني تحت رجلي، فالعربية مش هتجيب مرشدين ولا هتطلع قدام، غير هنلاقي ان الصوت بيعد معايا، الصوت تزييقة زي ما حضراتكم سمعتوا في الاول. فانا ممكن معرفش العيب من ايه. فهو احنا بصينا على الزيت، في زيت. لو مفيش زيت هنزود لها زيت وهنمشي بيها شوية تظبط معانا. دلوقتي في زيت، فاحنا رحنا خدنا هوا من الماستر قدام زي ما حضراتكم شايفين. خدنا هوا، فالماستر كان واخد هوا، في هوا بين الزيت. فمكان كده مكان الزيت اهو، المسمار اهو، مسمار 10 بيبقى 10 او مفتاح في 10، او يفضل بيبقى 10 بس. خدنا لها هوا والعربيه اشتغلت زي الفل ومفيش اي مشكله معانا. برجاء لو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.